أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. منتصف ليل هادئ في إقليم الدريوش يتحول إلى ساحة حرب، رصاص حي، مطاردة هوليوودية، وإصابات بليغة في صفوف الدرك الملكي. ماذا حدث بالضبط في جماعة أيث مايت؟ ولماذا استنفرت القيادة الجهوية بالناظور كل قواتها؟ البداية كانت كميناً محكماً نصبته عناصر المركز الترابي لابن سعيد لتوقيف صيد ثمين، بارون مخدرات صلبة مبحوث عنه وطنياً، لكن المشتبه فيه لم يستسلم بسهولة، وبدلاً من الأصفاد استل سلاحاً نارياً وفتح النار بدم بارد على رجال الدرك الملكي في محاولة للفرار. المواجهة العنيفة أسفرت عن إصابة عنصرين من الدرك الملكي، أحدهما في حالة حرجة بعد تعرضه لشظايا طلقات نارية مباشرة، بينما تعرض زميله لإصابة أخف، وقد تم نقلهما على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي بالدريوش وسط حالة من القلق والترقب. وفور وقوع الحادث عرفت المنطقة استنفاراً أمنياً كبير، تعزيزات ضخمة وصلت من جهوية الناظور، وعمليات تمشيط واسعة النطاق تجري الآن في الجبال والمناطق المحيطة لتطويق الجنات. الرسالة واضحة: لا مكان للاختباء لمن يرفع السلاح في وجه رجال الأمن. هذا الحادث يعيد إلى الواجهة من جديد المخاطر الجسيمة التي يواجهها رجال الدرك في حربهم اليومية ضد عصابات السموم القاتلة. سنوافيكم بأي جديد فور وروده. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم آخر التطورات. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.